تكنو النهارده رغم انها من الشركات اللي مش معروفة كتير ومش بتقدم حاجات حلوة كتير، ولكنها النهارده بتقدم موبايل هينافس شاومي وسامسونج واوبو وكل الشركات الكبيرة دي. فخلينا نشوف الموبايل ده. يا اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف هو تكنو بوفا 5 برو. هنتكلم طبعا عن كل مواصفات الهاتف كالعادة، مميزات، عيوب، سعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو. ولكن ضروري يا جماعة اللايك بتاعكم والتعليق والاشتراك بيفرق معايا جدا عشان اكمل في الفيديوهات. ويلا بينا حط اللايك كده ويلا بينا نكمل الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. اول حاجة هنتكلم عليها هي تصميم الهاتف كالعادة، والصراحة ان النهاردة مش عارف ابتدي ازاي او اقول ايه. تصميم الهاتف النهاردة من حلاوته وفخامته كده انا مش عارف اتكلم عنه بايه. يعني تصميم مميز جدا من وجهة نظري، والتصميم عجبني قوي قوي قوي. شكله كده مميز وفخم الصراحة، حاجة شيك كده. طبعا هو وجهات نظر، وخامات الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك. بالنسبة للشاشة فالشاشة هنا جايب حجم 6.78 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2460 في 1080 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش. والشاشة هنا اي بي اس ال سي دي، والشاشة بتقدم معدل تحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 580 نتس. بصي الشاشة هنا تعتبر كويسة بسبب انها 120 هرتز مع جودة كويسة، فهي هتقدم اداء جيد شوية بالنسبة للسعر ده. ولكن يعني في السعر ده كان مفروض الشاشة تكون اموليد الصراحة، فهي هتقدم اداء كويس ومناسب يعني شوية، ولكنها كانت مفروض تكون اموليد زي الهاتف المنافس في السعر ده اللي هنتكلم عنه في اخر الفيديو. بالنسبة لأداء الموبايل أو أداء الهاتف والمعالج وكده، المعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 6080 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695 ده حسب منصة انتوتو. الصراحة المعالج هنا كويس جدا في الفئة دي، يعني هتاخد منه أداء كويس سواء في استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج. فبشكل عام بالنسبة للفلوس اللي انت بتدفعها وبالنسبة للسعر بتاع الهاتف فهو هيقدم لك أداء كويس جدا. هنا تكنو بتقدم لك الهاتف بنسختين، واحدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. بالنسبة لكاميرات الهاتف فالهاتف هنا بيقدم لك 2 كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي كاميرا الهاتف الأساسية، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. والصراحة في السعر ده زي ما بقول دايما في هواتف كتير كان المفروض يكون في كاميرا زاوية واسعة. الكاميرا الخلفية هنا تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة 2K بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 16 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا بطارية الهاتف جاب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة جدا وهتاخد منها أداء كويس طبعا عشان المعالج موفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 68 واط، ودي سرعة ممتازة في السعر ده. يعني تقدر تشحن البطارية 50% في 15 دقيقة فقط. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 13 وبيدعم NFC وكمان بيدعم منفذ السماعات. اما منفذ الشحن فهو بيجي من نوع تايب سي، وسماعات الجهاز في الهاتف هنا بتدعم الاستيريو، والالوان هما لونين هما الفضي والاسود، والهاتف طبعا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف فالمعالج هنا كويس وقوي بالنسبة لفئة وسعر الهاتف، برضو البطارية كويسة مع شحن سريع بسرعة ممتازة في السعر ده. بالنسبة لعيوب الموبايل فالشاشة كويسة ولكن كانت مفروض تكون أموليد في السعر ده، كنا نتمنى وجود كاميرا زاوية واسعة برضو في السعر ده. طيب دلوقتي بعد ما شفنا الامكانيات بتاعه الهاتف وكل ده، وقبل ما نخش على المقارنه اللي هتكون في اخر الفيديو، يعني
هنقول سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقالوا دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الهاتف نزل في الهند بسعر $180، السعر المتوقع للهاتف في مصر 8000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 800 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن الهاتف المنافس للهاتف ده في نفس فئته او بنفس السعر يعني. عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G، الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف تكنو بوفا 5 برو. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين كالعادة، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G، لو انت حابب تشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج تكنو هو ميدياتك ديمنسايتي 6080، وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 685، وهنا معالج تكنو بيتفوق. الاتنين بيجوا بشاشة بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، ولكن تكنو شاشة نوعها اي بي اس ال سي دي، اما شاومي فهو بشاشة اموليد، وهنا شاشة شاومي افضل. تكنو ما فيهوش كاميرا زاوية واسعة، ولكن شاومي فيه كاميرا زاوية واسعة، وهنا شاومي افضل. تكنو بيدعم شحن استراع بقوة 68 واط، اما شاومي فهو بيدعم شحن استراع بقوة 33 واط، وهنا تكنو افضل. طب دلوقتي بعد ما شفنا الفرق ما بين الجهازين، خلونا نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار. ولكن خد بالك ان سعر تكنو زي ما قلت قبل كده متوقع، انما سعر شاومي ده سعر رسمي لانه نزل مصر. سعر تكنو المتوقع 8000 جنيه، سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه، ما تنساش تكتب اسمه في التعليقات، وعايزك تنزل كده دلوقتي تقول لي رايك في موبايل تكنو بوفا 5 برو، يعني شايف الموبايل هيبقى عامل ازاي وايه رايك فيه. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.